سيد فالح، هل تضعنا في آخر التطورات الآن في قطر؟ الحقيقة الوضع مؤسف جدا. ما شهدناه اليوم من قمع همج للمتظاهرين عندنا ما قد شفته قبل ولا في أي ديرة ثانية. والأمن للحين يقوم بحملة اعتقالات مكثفة بالأماكن المشبوهة حق الناشطين الشباب اللي تجمعوا اليوم أيضا في جمعة ما نوع القمع الهمجي الذي تتحدث عنه السيد فالح؟ يا إخوان، أنا قدام عيني اليوم كانوا يطقون أحد الشباب بالهراوات على دماغه إلين فقع راسه من الضرب والطق وبدون رحمة. لو عقب هذا تم اعتقال الشاب. يا جماعة ذولا بشر، ذولا بالله عليكم هل يصدر هذا التصرف عن بشر؟ يعني هل هناك تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة قام بها المتظاهرون اليوم؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا يوجد أي نوع من التخريب، لأن المتظاهرين كانوا طالعين بروحهم وكان شعارهم العزة والكرامة والحرية وليس التخريب والترهيب كما تمت معاملتهم من الدولة بالمقابل. نعم السيد فالح، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.